اهلا بحضراتكم في يوم جديد من ايامنا في اسكندريه. مستمرين طبعا في متابعتنا لكل جديد بيحصل في اسكندريه. بنتابع طبعا اجواء الطقس الجميله جدا، الاجواء الشتويه اللي موجوده في اسكندريه. لو اخدتوا بالكم طبعا وانا ماسك التليفون بيتهز في ايديا لان الجو هوا جامد جدا جدا جدا. بقالنا بقى كام يوم بنصحى الصبح على اجواء الشتاء ونصحى نلاقي امطار، وبعد كده بنلاقي الجو اتحسن والامطار وقفت. اجواء طبعا مش عارفين هي نقدر نسميها ايه. اللي انا عارفه ان المفروض احنا حاليا في نوة كده، احنا على كورنيش اسكندرية. الشارع اللي قدامنا ده طبعا منطقة كامب الشيزار والشاطبي قريبة مننا طبعا على بعد خطوات. خليني اقول لك كمان قدامنا كازينو الشاطبي وعمارة راكودا. حالة البحر النهاردة صعبة جدا 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 زي ما حضراتكم شايفين، ارتفاع كبير جدا للامواج، وده خلى حالة البحر بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي مع بعض كده خلال الفيديو. طبعا بنحاول نغطي لحضراتكم كل اخبار اسكندرية، والجديد عندنا بقى في فيديوهات هتنزل لحضراتكم عن الساحل الشمالي وتطوير الطرق والعلمين الجديدة المدينة. يعني هنحاول على قد ما نقدر نوسع النطاق شوية مع حضراتكم ونجيب لكم بقى الجديد كله بإذن الله. هتلاقوه موجود عندنا زي ما تعودنا. دي قناتكم ياسر هيروح فين. القناة طبعا خاصة بكل جديد في اسكندرية. لو حضرتك بقى أول مرة تشوفنا ما تنساش تشرفنا بالاشتراك وتفعل الجرس على الكل عشان يوصلك مننا كل جديد. وخليكم بقى متابعين معانا بالاخص في الايام اللي جايه باذن الله. هتلاقوا بقى فيديوهات هتعجبكم جدا جدا بفضل الله. طبعا مصور لكم في العلمين الجديده ومصور حاجات اتمنى ان هي تعجبكم. خلينا بقى نتكلم النهارده عن اجواء اسكندريه. احنا فين دلوقتي؟ موجودين قدام بوابه شاطئ الشاطبي. شاطئ الشاطبي يعتبر من اقدم الشواطئ اللي موجوده في اسكندريه. الشاطئ ده طبعا مفيش حد في اسكندريه ملوش ذكريات فيه. قريبين جدا في وشنا كده الشارع بتاع نقابة المهندسين، وكمان عندنا كلية سان مارك. كلية سان مارك دي طبعا مدرسة من أشهر المدارس. وعلى ايدينا كمان اليمين هنتجه بقى اتجاه محطة الرمل والمنشية وبحري. أجواء النهاردة ومسرح كمان بيرام التونسي قدامنا اهو. خليني اقول لحضراتكم ان الاجواء النهارده غريبه جدا جدا جدا. بنصحى الصبح من النوم نلاقي شتاء ونلاقي امطار، ننزل بقى بعد كده نلبس هدوم تقيله، ننزل بعد كده على اساس خلاص بقى الجو احنا في نوة وامطار. بننزل بقى نتفاجئ بواقع تاني خالص، وبنلاقي بقى الاجواء كده زي ما حضراتكم شايفين. بنلاقي الجو ممكن يكون هوا شوية، وبعد الظهر بنلاقي الشمس طلعت والاجواء بقت جميلة جدا جدا جدا. النهاردة برضو وانا بصور بقى شفت حاجة بسطتني جدا بمناسبة اخواتنا في فلسطين. لقيت في تجمعات ناس موجودة في منطقة سيدي جابر، ودي حاجة بسطتني جدا. والفيديو موجود عند حضراتكم على القناة تقدروا تشوفوه. لقيت الناس بدأت تتفاعل مع الموضوع. طبعا ربنا ينصر اخواتنا في فلسطين وربنا يكون معاهم لحد ما ازمتهم الكبيرة دي تعدي على خير. اطمنا وشوفنا حال الجو في اسكندرية. نتمنى طبعا من حضراتكم متابعة مستمرة لينا، وما تنساش لو لسه بقى ما اشتركتش يا ريت بقى اشتراك من فضلك وفعل الجرس على الكل عشان يوصلك مننا كل جديد. دمتم في حفظ الله وامانه. هتوحشوني من هنا للفيديو اللي جاي.